نهاية الجولة الأولى من الدوري المصري، دوري القطايف واللطايف والحلويات. شفنا لقاءات وتابعنا الماتشات. لسه اللعيبة ما جابتش الفورمة بتاعتها ولا جابت المستوى اللي احنا مستنينه منه. اي نعم، اللاعب المصري ما يجيبش الفورمة غير في آخر 3 ماتشات في الدوري، بس احنا طمعانين خير إن شاء الله. ودي نتائج لقاءات الجولة الأولى، إن دلت تدل على قوة الدوري المصري. اتلعب 10 ماتشات، 6 خلصوا منهم بالتعادل على بركة الله. من اللقطة العباسية في الجولة الأولى إن المخرج ساب الماتش وساب الأجوان وساب اللعيبة وساب كل حاجة، وجاب كابتن حسام وهو بيخمس في كوباية الشاي. بتحرج الراجل ليه يا جدع؟ طبعا بلا منازع هدف الجولة هياخده محمد شحات، هدف أسطوري من نص الملعب يتحط في اليوتيوب. سيبك من الصورة دي أصلا، ده هما بيحلموا. من وجهة نظري زيزو هو أفضل لاعب في الجولة الأولى. سيبك بقى من الهري والشتيمة والكلام المناطور واللي راح واللي جاي ملوش أي 30 لازمة ده. بس زيزو فارق كتير عن أي لاعب مصري، ولما يرجع معاه إمام عاشور هيفرقوا أكتر. وفي النهاية ده جدول ترتيب الفرق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب كومنت رايق.